السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم خليك واعي مع اتش. وحلقة النهاردة هي تحت مسمى العلاقة الزوجية أو ليلة الدخلة بين الواقع والخيال. المشكلة إنه كتير مننا بسبب عدم الخبرة وبسبب إن أنت بتسمع كتير وبسبب إن أنت طبعا وقعت قبل كده في مرات كتير بتتفرج على أفلام إباحية، فبقى عندك كم من المعلومات المغلوطة اللي بنيت بيها حياتك اللي هتبقى قادمة مع زوجتك المستقبلية بأفكار مغلوطة جدا 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 جدا، وبالتالي الأفكار دي هي اللي بتتحكم فيك وبتهاجمك قبل ليلة دخلتك. واللي بيحصل في الموضوع ده إن أنت يا إما بتبقى فاقد الثقة في نفسك، يا إما هتلجأ لبعض المواد الكيميائية اللي هي تحت مسمى الأدوية الخاصة بالانتصاب أو خاصة بالتأخير عشان تعمل يوم للتاريخ. والكلام ده في حلقة النهاردة هفهمه لك وهبسطه لك وهخليك تملي إنسان هادي، وإزاي تعمل يوم أو ليلة دخلة ناجحة جدا بدون توتر وبدون قلق وبدون ما أنت تبقى فاكر إن الموضوع بس هو مقتصر على مجموعة المعلومات اللي عندك اللي أنت داخل بيها، وأول واحد هيتأذى بيها هي أنت هتأذي نفسك. لايك وشير ومتابعة. وتاني مرة هقول دي من الفيديوهات المهمة جدا اللي أنت لازم تحفظها عندك عشان هتحتاجها بعدين. عشان تبقى فاهم موضوع الحلقة النهاردة، أنا هكلمك على خيال وهقول لك الواقع بتاعه المظبوط اللي انت المفروض تبقى مصدقه، لان لو دخلت بالخيال ده فقط هتتعرض لمشاكل كتيرة وخصوصا مشاكل مع الزوجة، وممكن توصل الى ان انت تبقى بتنعزل شوية شوية عن العلاقة مع الزوجة. الخيال ان انت في ليلة الدخلة بتبقى متوقع ان انت تعمل يوم للتاريخ، يوم عالمي، اليوم الذي لا ينسى. انت في دماغك عايز تحقق احلامك اللي انت عشتها الفترة اللي فاتت كلها والسابقة كلها، وان انت فاكر انه الخيال اللي عندك ده هيكون كافي بعمل ليلة زي دي. الواقع انه ممكن عادي جدا يبقى عندك صعوبة في الانتصاب. الواقع انه ممكن عادي جدا يبقى عندك سرعة قذف، خصوصا زي ما قلت لكم قبل كده وفي الفيديوهات السابقة دي اول مرة تقول لك فيها يا محاميح، اول مرة تحس بايد بتلعب في مشاعرك، اول مرة انت بتحس بالتقارب الجسدي ده مع الزوجة. فبالتالي وارد جدا يبقى عندك سرعة قذف، ده طبيعي. وارد جدا يبقى عندك مشكلة في الانتصاب بسبب التوتر والقلق والضغوط النفسية اللي انت حطيتها عليك. طيب احنا قلنا الخيال وقلنا الواقع، الصح ايه؟ الصح ما تقلقش نفسك، انت مش مطلوب منك الاداء الخيالي ده. ليلة الدخلة دي اول ليلة في رحلة معاك مع الزوجة، يعني نقدر نقول ان هي ليلة من 30,000 ليلة، فاللي جاي كتير. المهم ان انت تبقى كويس في اللي جاي، والمهم ان انت ما تتوترش وتملي تبقى واثق في نفسك عشان ما تلجأش للادوية الكيميائية الخاصة بقوة الانتصاب او التأخير. تاني خيال او توقع عندنا وهو ان طول سحلبوزك او طول العضو او طول الزنفولي لازم يكون معدي ال 2 متر 20 سنتي تملي. ودي معلومات جايه عندك مما شاهدته او صحابك اللي بيحوروا عليك، لان كلهم طبعا كلهم بلا استثناء اطوال الاعضاء عندهم، يعني انت بتبقى قاعد في مجموعه صحاب كلهم بلا استثناء الطول عندهم لا يقل عن متر 90 سنتي، هم مفهمينك كده. وانت طبعا لما بتشوف الافلام الاباحيه بتتاكد ان انت عندك مشكله خلاص، يعني اذا كان كلهم كده والفيلم يبقى انا عندي مشكله. يا جماعه ده الخيال. وممكن الخيال ده يكون برضو عند الزوجة لو كانت قبل كده شافت فيلم باحي او سمعت من صديقاتها او واحدة قبل منها اتجوزت فحورت عليها او قالت لها مجموعة برضو من المعلومات المغلوطة. خلي بالك انه ده كل ده خيال. الواقع احنا قلنا قبل كده انه اقل من 8 سنتي منتصب ما ينفعش تتجوز، لازم تروح للدكتور يشوف لك حل يوصله للموضوع ده اقل حاجة. طيب الكويس 11 سنتي منتصب، الايديال 14 15 16. نقولهم تاني: 14 سنتي منتصب، 15 سنتي منتصب، 16 سنتي منتصب، ده الايديال الممتاز. فيما فوق ذلك 17 قريب من الايديال، وكل ما كبر كل ما الموضوع بقى متوقف برضو على راحة الزوجة. انا اسف لو دي حقائق صادمة فما تزعلش، لكن الحقيقة هي اللي بتعمل في الاخر خالص بتؤديك ان انت تبقى عارف نفسك، عارف هتعمل ايه، لكن خيالك هيوديك في داهية طبعا لانه ملوش تطوير. وبرضو اخيرا عايز اقول لكم في النقطة دي العضو بدل ما وصل سنك
سنك ال 25 سنه فهو طوله ده الثابت، ومش هتغير الطول غير ب 2 3 سم غير بعمليه. الخيال الثالث ان الشيء الافضل للعلاقه هو طول العضو، بمعنى انه كلما طال العضو يعني او السحلبوز كلما طول كلما كان اكثر اثاره. الكلام ده عاري تماما، ده الخيال عاري تماما من الصح. ليه؟ لان الواقع انه الاثاره هي عليها عده عوامل. ما تنكرش ان هي الحب اللي ما بينكم هيبقى ليه عامل، الشعور اللي ما بينكم ليه عامل، رقم 2 جسمك وشكل جسمك ليه عامل، وعامل كبير جدا كمان في اثاره الزوج. وكلما انت فقدت العامل ده كلما برضو الموضوع ما بقاش افضل حاجه. رقم 4 ان طول العضو مش هو افضل حاجه على فكره، بالعكس، يعني بمعنى ان طول العضو زي ما احنا قلنا الايديال لو كان 14 15 16، لو فرضنا انه الجيد اللي هو ال 11 سم منتصف مع اداء ممتاز مع طول في العلاقه اللي هنخش لها في النقطه القادمه، وهقول لكم الطول المفروض يبقى قد ايه، ده افضل بكتير من 20 سم وعنده سرعه قص، ده افضل من ايديال والحجم بتاعه مش افضل حاجه. فتملي يا جماعه الموضوع ليه عده عوامل. انا مش عايزكم ان انتوا تقعوا في الكمين بتاع انه طول العضو طول العضو طول العضو هو ده الحل. لا لا خالص، في تكنيك في العلاقه، في المشاعر، في الاحاسيس، في طريقه مداعبتك، في كل الكلام ده كله هو ده اللي هيخليك مميز في العلاقه، وليس ابدا طول العضو وحده هو العامل الوحيد في امتاع الزوجه بالعلاقه النسكافيهيه او العلاقه الزوجيه يعني. طبعا لو وصلت معانا لغايه النقطه دي اعرف ان انا بحبك جدا، وانه بنصحك ان انت تتفرج على كل الفيديوهات السابقه. ليه؟ لان فيها كل المعلومات اللي انت عايزها، سواء كانت المكملات الغذائيه الطبيعيه، طول السحلبوز والانتصاب والكلام ده كله. برضو هتلاقي فيها ازاي الموضوع بتاع الاورجازم، ده موضوع مهم جدا وفيديو مهم جدا. المهم خش في النقطه اللي بعد كده. النقطه اللي بعد كده وهو الخيال الخاص بحضرتك في موضوع ان انت في اول ليله الدخله او ان انت عامه مطلوب منك في العلاقه ان انت تقعد بال 18 ساعه، يعني تعمل علاقه زوجيه 18 ساعه وتنام 6 ساعات، ادي كده ال 24 ساعه. او صحابك مفهمينك، وده الغالب برضو، ان انت بتبني علاقتك على افكار خاصه باصدقائك اللي هم طبعا اقل واحد فيهم زي ما احنا قلنا اقل واحد فيهم عنده طول العضو بتاعه 2 متر 20 سم، فهو برضو نفس الشخص اللي العلاقه بتاعته بتفضل تقريبا لا تقل عن 3 ساعات في اول مره. وانت طبعا بتتاكد بالكلام ده كله بالافلام الاباحيه، بتشوف فيلم اباحي بتلاقي الراجل رايح راجع والممثل شقيان بالساعه عشان يقدر يعمل او يبتدي يحصل له انزال، وانت بتصدق وتناسيت تماما ان ده تمثيل، وتناسيت تماما ان ده مونتاج، وتناسيت تماما ان في حاجه اسمها الكذب. يعني انا ممكن كصديق ليك اكذب عليك عشان ابين لك ان انا متعدد الفحوله يعني، وان انا راجل كامل الاوصاف، وده برضو معلومه غلط. انه الموضوع يا جماعه مش بالطول. مين قال ان طول العلاقه مفيد؟ بالعكس، في سيدات كتيره جدا بتطلب الطلاق بسبب موضوع الطول في العلاقه المبالغ فيه، لانه بيعمل لها مشاكل. كذلك ودي حقيقه انه في رجاله كتير بتشتكي من طول العلاقه لانه بيبقى هو تعب صحيا بسبب انه مش قادر يحصل له قصف، ما بيستمتعش بالعلاقه. الواقع ايه؟ الواقع انه انت لو وصلت ل3 دقائق امبليكس دبرياج، يعني الفيشه في الكوبس، وفضلت داخل طالع داخل طالع، الموضوع بتاعك ممتاز. وتقدر توصل بقى من 3 دقائق اقل شيء ل 5 6 7 8 دقائق، ممتاز جدا. لكن اللي يقول لك ساعه، اصل هم كانوا ساعتين، اصل 3 ساعات، الكلام اللي مفيش منه. اطول حاجه بتكون لحد عنده مشكله بتكون ساعه، ممكن يوصل بدون قصف وبيعاني وبيبقى عايز علاج انه الموضوع بتاعه بيبقى عنده قصف اسرع. فخلي بالكم يا جماعه، دي كلها معلومات مغلوطه. الهدف من الفيديو هو ان انت تبقى فاهم ازاي ايه هو الصح وايه هو الغلط. صدقني كل الحاجات اللي قلتها لك قبل كده كلها تماما بلا استثناء هي دي اللي بتعمل لك ضغط نفسي عليك في العلاقة وفي ليلة دخلتك، وبتخليك تملي مش واثق في نفسك لان انت حاطط نفسك قدام تحدي فظيع. وهنخش على المعلومة المغلوطة اللي جاي. الخيال الاخير الاوضاع. يا ما شفت انت وضع الفنيسي ووضع الحنيسي ووضع الدولفين ووضع الكلابي ووضع كلب البحر ووضع اسد البحر، والاوضاع الخيالية اللي انت بتشوفها دي جماعة، كل الأوضاع دي مش صح. بمعنى إن كل الأوضاع دي أنت مش هتعملها، ومش كل الأوضاع دي مناسبة ليك ومناسبة للزوجة. ليه؟ لأن الأوضاع ليها نقط لازم تبقى يعني مظبوطة. أولا جسمك وجسمها، يعني 2 مثلا مليانين قوي، في أوضاع مش هتناسبهم. 2 رفيعين قوي أو هو ما عندوش الباور للشيل، في أوضاع مش هتناسبه. العكس برضو كذلك صحيح. مش عارف، هما في النهاية اعرف إيه هي يا جماعة. تاني مرة، الأوضاع
الاوضاع اللي بتناسب حضرتك وبتناسب زوجتك وبالاتفاق ما بينكم، لان في النهايه انتوا مش بتعملوا الموضوع ده عشان انا ابقى مبسوط منكم خالص او في طرف ثالث بيشوفكم فهو عايز يعني هيوصل. غلط يا جماعه، انتوا بتعملوا الحاجه دي ليكم انتم عشان تبسطوا نفسكم انتم، فلازم تبقوا واخدين راي بعضكم انتم حتى واللي انتوا بتعملوه ملوش علاقه باي حاجه انت شفتها قبل كده. وصلت؟ يبقى تاني، انت بتعمل ده ليك ولزوجتك عشان انتوا تبقوا مبسوطين، انتوا مش بتعملوا الاوضاع عشان في حد بيتفرج عليك وعايز هو اللي يبقى مبسوط. تمام؟ فلازم تاخدوا راي بعض ولازم تعرفوا ايه اللي بيسعدها وتعمله وايه اللي بيسعدك وتعمله عشان الامور بالنسبه لكم تفضل تملي ناجحه وعندكم رغبه تملي في عمل العلاقه مع بعض. اخيرا لايك وشير ومتابعه، ما تنسوش الفيديوهات اللي سبق تتفرجوا عليها. اخر فيديو كان الاورجازم وفي فيديوهات طبعا الاسئله والى اخر ذلك. المهم عندي تفاعلكم هو اللي هيخليني ان شاء الله اكمل. كل اخ وكل اخت بيتفرجوا على الفيديو ده لايك مش هيزعلك في حاجه، تفاعلك مش هيزعلك في حاجه، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه.